من الاخر كده كاريزما كورابيكا في نسخه 99 تفشخ كاريزما اي شخصيه انمي تاني انت شفتها. كل فانزات الانمي بيتخانقوا مع بعض، يعني تلاقي فانز وان بيس بيتخانق مع فانز ناروتو مين فيهم احسن ومين فيهم اعمق مين فيهم احسن، تلاقي فانز وان بيس بيتخانق مع فانز اتاك اون تايتن مين فيهم احسن. كل فانزات الانمي كل واحد بيتخانق مع التاني ان احنا شايفين نفسنا احسن، الا فانز انمي واحد قاعدين على جنب كده كل الناس بيتخانقوا لوحدهم وهو قاعد كده برنس مع نفسه ما يقربش لحد خالص. فانز هانتر اكتر انمي خارج المنافسه يعتبر لوحده، وكل فانزاته بيتخانقوا مع بعض على حاجه واحده بقى، انهي نسخه احسن، نسخه 99 ولا نسخه 2011؟ اللي شاف النسخه الجديده بيقول احنا احسن، واللي شاف النسختين اغلبهم بيقولوا القديم احسن. فنشوف بقى هل ده احسن ولا ده احسن. طبعا كل الفانز هتقول لي رسم 2011 احسن، ده الالوان احسن. احب اقول لك ما بتتحسبش كده يا صاحبي، لو انت بتحب الالوان وجودة اللون والكلام ده اكيد هتقول 2011 احسن، لان جودة الالوان اكيد احسن، لان الفرق بينهم وبين بعض اكتر من 12 سنة. عاوز اكل لحمه العيد. اكيد كان في فرق بين الرسم زمان والرسم دلوقتي، فجوده الرسم 2011 اكيد احسن. لو اتكلمنا على التحريك فاحب اقول لك ان مفيش فرق كبير قوي. نسخه 99 احب اقول لك كانت سابقه زمانها في التحريك، كان تحريك خرافي. فبالنسبه للتحريك الخرافي وقتها هو التحريك الطبيعي دلوقتي، واللي برده هو التحريك الكويس قوي في 2011. برده بالنسبه للتحريك فالفرق مش كبير، بالعكس الاثنين زي بعض. الفرق بس ان في النسخه القديمه حته ان هي كانت مديه لكل شخصيه كاريزمات في الرسم وفي الالوان وفي كل حاجه، بتخليك مندمج اكتر. فلو انت ما بتحبش الرسم القديم اكيد مش هتحبها عموما. في شخصيات كتيرة قوي هيبتها ما ظهرتش في النسخة ال 2011 بالذات بالنسبة لي كورابيكا. كورابيكا كان روعة، كان كاريزما وكان طريقته كل حاجة فيه كان بيعملها كان معدي أي شخصية، ولا تقول لي بقى غوجو سينسي ولا الكلام ده. الراجل ده كان فعلا كان كاريزما. النسخة الجديدة ما حسيتهاش نهائي، وحسيت إن هو شكله وكاريزمته ضايعة في النسخة الجديدة. كانك مش مظبوط يا. بالنسبه بقى ليوسوكا فيوسوكا كانوا عاملين فيه حته مبينينه ان هو جوكر، كان لون شعره بيتظبط مع لون اللبس تبع كل ارك. يعني اول ارك كان لون شعره ازرق مع لبسه الازرق، وبعد كده بعد ما خلصوا اختبار الصيد بقى شعره لون احمر مع لبسه، وهكذا يعني. فدي حاجه كانت لطيفه، بس ما تقلقش هو كان بسكليته في الحالتين سواء في ده وفي ده. يعني الحاجه الثانيه في الانمي هل الاحداث هي نفسها اللي موجوده؟ الاثنين اقتبسوا من المانجا بالظبط. بس احب اقول لك ان في نسخه هانتر 2011 اول حلقتين منها هم اول 6 حلقات من 2099. احب اقول لك ان ده ضيع كتير قوي من جوده الانمي وحلاوته. انمي 99 كان مدي لكل شخصيه حقها، كل شخص بيظهر حتى لو شخصيه فرعيه كان بيبني لك قصه بتخليك تتعلق بيها. وده الفرق بين الانميات زمان ودلوقتي، لانه فعلا كانوا زمان بيهتموا بالتفاصيل حتى لو انت حسيتها مط زمان، بس كانت بتخليك تتعلق بالشخصيات اكتر من دلوقتي بكتير. عشان كده اغلب فانز دلوقتي بيهتموا بالمانجا اكتر عشان التفاصيل، لدرجه ان انا مثلا في شخصيه كده ظهرت في الحلقه الثانيه، الشخصيه دي لما سالت اللي اتفرجوا على نسخه 2011 عليها قالوا ده ارنوب، ده كان طيب خالص. احب اقول لك ان الشخصيه دي في نسخه 99 كانت مسببه له تروما ورعب وانا صغير، وكانت واخده حلقه كامله ليها بناء ورعب، كانت مخليك طول الوقت عمال تفكر وتشوف ايه اللي هيحصل. فبالنسبه لي في النقطه دي، في نقطه بناء الشخصيات وتعلقي بيهم، مفيش مقارنه بينها وبين نسخه 99. الحاجه الثالثه بقى واللي كانت دايما الناس بتلاقيهم بيتكلموا فيها هو فكره الدمويه والاخراج. اخراج النسخه القديمه في الدمويه وفي الرعب، يعني في معركه كيلوا والجزار في اختبار الصيادين في النسخه القديمه كان المشهد مرعب، خد قلبه وفرتكه في ايده بشكل مرعب، عكس النسخه الجديده اللي تحس ان المشهد عدى عادي. وده برده كانت حاجه افلام. وبالنسبه للاخراج النسخه القديمه بقى اتميزت بحاجه مش اللي هو الظلاميه زي ما بيقولوا، كمان اخراجها كان اخراج مرعب، الجو كان مرعب جدا فيه، كان اخراج رعب نفسي تحس انك بتتفرج على فيلم رعب نفسه طول الوقت. الاخراج ده كان واضح قوي في اول ظهور لشخصيه اولومي قصاد كيلوا اختبار الصيد. في النسخه الجديده الموضوع عدى ان هو مجرد مفاجاه، حتى لو حاولوا يلعبوا بنفسيته شويه بس ما كانش بالعمق قوي خليك ترتبط بالشخصيه، عكس النسخه القديمه الحلقه كامله عنها اخراج، والكاميرا تيجي من بعيد وتبين لك الشخصيات كلها، والجو والالوان السوداء والغامقه اللي تخليك تندمج وتخليك فعلا تحس بمعاناه كيلوا قصاد اخوه. فبالنسبه لي في النقطه دي برضو النسخه 99 احسن. اللي كان بيميزها كمان كان في حاجات واقتباسات في الاحداث كانت روعه، وتفاصيل صغيره ممكن وانت بتتفرج تقول مش مهمه، بس ديت كانت بتخليك تبني الشخصيه اللي ظاهره دي. ومنها كورابيكا لما قتل في النسخه الجديده شخصيه من العناكب وكان اقوى شخص، قتله ودفنه وخد بعضه ورجع وكانت الدنيا تمام، ما حسش بلحظه انه زعلان. عكس النسخه 1999 لما كورابيكا قتله
كورابيكا قاعد بعد كده يلوم نفسه ان انا قتلت انسان، كان الموضوع كان مرعب، حس بتأنيب ضمير طول الوقت، حس فعلا الشخصيه بعد كده بدأت تظهر بشكل ظلامي اكتر من الوقت اللي قبلها، تبقى قادر تنسجم معاها اكتر وقادر تحبها اكتر. فبالنسبه لي كورابيكا كان مفضل عندي لانه كان طول الوقت بيتبنى له، بحس ان في تفسير لكل حاجه بيعملها، كنت قادر اتعلق بيه. عكس النسخه بقى الجديده، النسخه الجديده دي ما كانش فيها ربع جنيه اللي هو تعمق في الشخصيه، مع ان ناجحه جدا وهي الاشهر كمان. الحاجه اللي انا نفسي اشوفها بقى، كان نفسي اشوف ارك النمل ده في النسخه القديمه هتبقى عامله ازاي، وده حلم كل الناس اللي شافوا النسخه 99. انت متخيل لو ارك النمل بالرعب النفسي اللي كان المخرج عامله، بالدمويه اللي كانت موجوده دي، لو كانت عمل بالنسخه القديمه، احب اقول لك انه كان هيبقى اعلى من كده كمان 10 مرات. احب اقول لك ان احنا كنا هنحبها اكتر، لان كان هيزود تفاصيل اكيده تكون مؤثره وفي نفس الوقت هيخليك تحبها. فالنسخه القديمه بالنسبه لي يعني انا اتمنى ان هي تتعاد اكثر ما اتمنى ان هو يكمل، لان الجو والاخراج بتاعها ما حصلش ومش هيحصل. يعني يمكن الانميات قليله قوي اللي عملوا الموضوع ده، مش انميات مشهوره كمان، ان هم قدروا يخلوك تحس بالجو النفسي ويدخل جوه نفسيتك وانت بتتفرج، ان انت تبقى متاثر بكل شخصيه. السؤال بقى اللي انا هساله لك في الاخر، لو انت كملت معايا للاخر، اسالك سؤال واحد: تحب تشوف ارك النمل بالرسم القديم ولا تستنى لما تشوف الارك الجديد وتكمله خلاص على ايا كان وضعه؟ متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. 99% من الناس اللي بيتابعوني مش عاملين فولو اصلا، بيدخلوا يعملوا لايك ويطلعوا. حاول بقى تتك على الفولو.